السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يلا نعمل فراخ مشويه بالخضار في الفرن. عندي هنا كوسه، يعني كوسايه وجزرايه وبطاطسايه وحبايه من الطماطم كبيره، وعليها قرن فلفل كبير رومي. قطعتهم بالشكل ده. حطيت عليهم معلقه من الفلفل الاسود على ملح، وبعد كده معلقه من السبع بهارات، معلقه من البابريكا، ونص معلقه من بهارات الفراخ. الفلفل الاسود هنا على ملح، عشان كده حطيت معلقه. ممكن لو فلفل اسود بس تحط ربع معلقه عشان ما تبقاش حراقه وتغمق كمان معانا. نحط كمان صلصه. تحطي بقى الصلصه دي حسب رغبتك انتي، عايزاها تبقى تقيله خفيفه زي ما انت عايزه. انا حطيت معايا هنا 4 معالق من الصلصه. هقلبهم كويس. وبعد كده انا كنت مولعه الفرن من قبلها ب5 دقايق على ما اجهز الحاجه. الفرخه عندي متبله مغسوله ونظيفه وصفيتها. عملت لها بصلايه مبشوره وطماطميه مبشوره ومعلقه صلصه، معلقه ملح، عليها رشه من الفلفل الاسود، رشه من بهارات الفراخ، رشه من البابريكا. تبلتها كويس الجلد بين الجلد وبين اللحم، وعملت فيها فتحات الاول وسبتها. ممكن تبيتها في التتبيله دي ليله كامله، وممكن تعمليها على طول زي ما انا اشتغلت على طول. يعني انا تبلتها ونص ساعه وبدات شغل. بعد كده هنجيب صينيه عندنا بالشكل ده، مش موجوده ممكن تحطي برطمان يكون رفيع وتحطي فيه ميه وتشتغلي على طول برضو عادي يعني. انا هنا حطيت معلقه من الزيت، مقدار معلقه من الزيت، وعليه زي نص كوبايه ميه سخنه، ونزلت بالخضار كده. في كوسيه وقعت من البتاعه دي بالفتحه دي، نسيت احط حاجه وانا بحط الخضار. تكوني مولعه الفرن قبلها ب5 دقايق على ما تجهزي الفرخه وتظبطي الدنيا، عشان تدخليها الفرن وهي على درجه حراره 220 اعلى درجه. يعني تدخليها الفرن وهي على اعلى درجه حراره. واول انت هتحسي طبعا ان هي معاكي بتغلي وكده، هتبداي تعملي النار متوسطه وتسيبيها. هتاخد بالطريقه اللي انا عاملاها دي كده معاكي ساعه بالظبط. طبعا انا مش هينفع احط عليها ورق الومنيوم، لان الورق الالومنيوم هيتقطع، لان الفرخه زي ما انت شايفاها كده حضرتها مش نايمه، لا احنا موقفينها. طيب هنعمل ايه؟ فانا بقى جبت حله تكون كبيره بحيث ان هي تغطي الصينيه، بس ما تكونش كبيره ان هي تنزل على الصينيه، يعني تبقى كبيره وضيقه، لان السخونيه تخليها تلزق في بعضها. سخونيه الفرن والسخونيه بتاعه الحراره بتاعه درجه الحراره تخليها تلزق في بعضها. لا احنا عايزين تكون حاجه قافله عليها تكمرها كده، وفي نفس الوقت نيجي نشيلها منها تطلع معانا بسهوله. بصي ما خدتش ساعه، كانت جميله جدا ومستويه والطعم لذيذ. بتقدمها بقى مع رز شعريه، رز بسمتي، بس رز شعريه اجمل طبعا في الوصفه دي يعني. والخضار جميل وكل حاجه فيها جميله وصحيه. احنا ما حطيناش فيها خالص غير هي معلقه الزيت. ممكن تستغني عنها خالص، ممكن تستغني عنها بقى. انا حطيتها كده كان هو يدي لمعه لله، بس كانت كفايه الدهون اللي بتنزل من الفرخه يعني. ممكن تعمليها بنفس الطريقه كده، بس تكتفي ان انت دهنتيها بالبصله، بالبصلايه، بشر البصلايه والحاجات دي بس. اتمنى الوصفه تنال اعجابكم، ومتنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.